السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. لاحظوا الحراسه الفرديه بالنسبه للاعبين ديال فريق شباب السوالم على كل لاعبين ديال فريق الوداد. هذه فرصه دخول داخل منطقه الجزاء. محمد مفيد عند اللاعبين سيدي بونا عمار. لاحظوا الكثافه العدديه واللاعبين كذلك المدافعين ديال فريق شباب السوالم. فرصه الخطوره متواصله والهدف. هدف الاول في الوقت الحكم المساعد رفع الرايه. الحكم المساعد أسامة الزمراوي وضع الكرة في الشباك والحكم المساعد رافع الرايه. اكيد غادي ننتظروا تقنيه الفار وتقنيه الفيديو. هل كان هناك تسلل؟ نتابع أسامة الزمراوي في الوقت اللي اعتقد انه اذا هدف صحيح لفائده فريق الوداد. اذا هدف لا شيء لفائده فريق الوداد. فرحه كبيره جماهير الحمراء وكذلك للمدرب رولاني موكوينا. الوداد بعد مرور 7 ديال الدقائق فقط يتمكن من اخذ اكيد اسبقيه في هذه المباراه. فرحه كبيره لجماهير ديال فريق الوداد. كما نتابع في الصوره هدف أسامة الزمراوي. نتابع من جديد هنا المراوغه ديال سيدي بونا عمار ثم تشيبيلو مايلولا اللي سدد. وصلت الكره لسيدي بونا عمار ما تمكنش انه يوضع الكره في الشباك ثم أسامة الزمراوي هو اللي تمكن من تسجيل هذا الهدف الثاني لأسامة الزمراوي والهدف الثاني على التوالي. يعني بعد كما قلت تسجيل هدف امام اولمبيك اسفل اعطى انتصار وثلاث نقاط. الان كيسجل هدف على التقدم امام فريق شباب السوالم. نتابع هذا يعني الضغط القوي من لاعبين ديال فريق الوداد في الوقت اللي كان الاستماتة من المدافعين ديال شباب السوالم. ولكن أسامة الزمراوي لفريق الرجاء تمكن انه ياخذ الرسميه ديالو في تشكيله وفي كتيبه المدرب رولاني موكوينا. كره طويله تشيبيلو مايلولا خد الكره. مايلولا شنو غادي يعمل مايلولا؟ دخول داخل منطقه الجزاء. مايلولا يبرر عند مهدي مبارك. هذه فرصه تسديده والهدف الثاني لفائده فريق الوداد. الموقع مهدي مبارك اللي تحدثت عليه منذ قليل واللي قلت بانه خد الرسميه في تشكيله وفي كتيبه رولاني موكوينا. يضع الكرة في الشباك واليزيري على مستوى مدرجات ملعب العربي الزاولي. فرحة كبيرة لرولاني موكوينا وكذلك الكاتب الإداري مرباح والطاقم التقني المساعد لفريق الوداد. إذا مهدي مبارك كيتمكن من تسجيل هدف جميل. لاحظوا العمل اللي قام به تشيبيلو مايلولا وضع الكرة أمام مهدي مبارك. ما زاد ما نقص. وضع الكرة ولا ركن الكرة ولا حط الكرة بهذا الشكل وبهذه الجماليه. صراحه هدف جميل لفائده فريق الوداد ولمهدي مبارك الذي يتمكن من تسجيل الهدف. هذا هدف اول لمهدي مبارك بقميص فريق الوداد. نتابع من زاويه اخرى لمتعه العين. صراحه هدف جميل لانه ما استعملش فقط القوه ولكن استعمل الذكاء حتى انه يوضع الكره ويركنها في الجهه اليسرى لمرمى الحارس حسن الدغمي. فرحه ديال مهدي مبارك وباقي لاعبي فريق الوداد. لحمزه الساخي 62 دقيقه الان لمرات دائما جوج ديال الاهداف لا شيء في الوقت الانطلاقه ديال تشيبيلو مايلولا خد الكره. فرصه محاوله تمريره والهدف. هدف ثالث لفائده فريق الوداد. صناعه ديال جنوب افريقيا تشيبيلو مايلولا والختم من الموريتاني سيدي بونا عمار كيتمكن من وضع الكره في الشباك. وهدف ثالث لفائده فريق الوداد. هدف جميل. وقلت بان الوداد ورولاني موكوينا سيحاول استثمار يعني المساحات خصوصا وراء ظهر المدافعين. لاحظوا تشيبيلو مايلولا خدا الكره ما زاد ما نقص. وضع الكره امام سيدي بونا عمار اللي تمكن من تسجيل الهدف ووضع الكره في شباك الحارس حسن الدغمي. ثالث الاهداف لفريق الوداد 3-0. نتابع من جديد تمريره ديال تشيبيلو مايلولا اللي شاف بان الموريتاني سيدي بونا عمار لوحده. لاحظوا رفع الراس ديالو يمرر كره طبق من ذهب لسيدي بونا عمار اللي كيوضع الكره في الشباك. وهدف ثالث لفائده فريق الوداد. لاحظوا الفرحه الكبيره للاعب سيدي بونا عمار.